إيران بتقول للمعلم أبو حنان: اخشى على النهاردة. هنحكي عن علقة القرن، مش في شارع في وسط البلد. دي علقة حصلت فوق دماغ نتنياهو نفسه، واللي وزعها مش أي حد، دي إيران يا سادة. فجأة من غير مقدمات إيران فتحت الكتالوج وقالت: انتوا ضربتوا مفاعلات النووية؟ طب استنوا دوركم. أول موجة جت فيهم زي زلزال، تاني موجة مسحت الأرض من تحت رجليهم، تالت موجة دي كانت الضربة القاضية. فيهم واحد حالته متوسطة وشاب جسمه متخرم شظايا، حالة خفيفة يعني كدمات وشظايا، بس ما ينفعش تستهين. ولسه في 20 شخص عالقين تحت الأنقاض في نستا سيونا جنوب تل أبيب. إن الحرس الثوري الإيراني طلع وقال: دي بس الموجة ال20 من عملية اسمها الوعد الصادق 3 ولسه. والله يا كاريزما، قالك استخدمنا صواريخ وقود سائل وصلب برؤوس حربية مدمرة، والأجمد اخترقوا بيهم الدرع الدفاعي الإسرائيلي اللي عاملينه بمليارات. الأهداف كانت ايه بقى؟ مطار بن جوريون، قلب إسرائيل الجوي، مركز أبحاث الجيش البيولوجية اللي بنسمع عنه في أفلام الخيال العلمي، مراكز القيادة والسيطرة يعني عقل الدولة العميقة، وقواعد الدعم العسكري بكل طبقاته. ده مش هجوم، ده بيان حرب من طهران لتل أبيب، بيقول لهم كل اللي فوق الأرض وتحتها في مرمى صواريخنا. ونتنياهو الواد استخبى تحت عباءة ترامب وقال له: انجدني عمنا، اتغفلنا. بس إيران كانت أسرع من الشكوى، والعلقة كانت أسرع من الدفاعات الجوية. ده أول رد عسكري من إيران بعد ما 3 من منشآتها النووية اتضربوا. مش رد عادي، رد بمذاق الصواريخ طويلة المدى ومزيج من الغضب والانتقام التاريخي. لو لسه بتقول إيران مش هترد، فأنت أكيد دلوقتي بتعيد تفكيرك من أول وجديد. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل، وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.